المشاهدين، الآن نستمع إلى الأصوات، الآن نستمع إلى التشجيع، الآن نستمع إلى الأجواء، الآن ندخل إلى الأجواء سويا. الآن نحن على 90 دقيقة مقبلين من الإثارة والمتعة المنتظرة المرتقبة في هذه المباراة. الكرة بتتحول الآن أقصى اليسار في المحاولة، طالت وتحولت بعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب. أذكر السادة المشاهدين بأن المنتخب العراقي يبدأ في حراسة المرمى جلال حسن كالمرمى لمرمى حارس العراق جلال حسن. كرة من علاء، لكن انظر إلى جلال يفقدها، متابعة، الله على العودة، الوصول الأول، يعني بأن قطر تسجل التعديل، يعني بأن قطر تعود إلى المباراة. ماذا يقول الحكم في هذا التوقيت؟ هل هناك صافرة؟ هل يحتسب الهدف؟ شوف الكرة، شوف المتابعة، شوف اللقطة التي خرج منها جلال حسن وبعد ذلك يفقدها. الكرة تصل من عمرو سراج يعيد المنتخب القطري من جديد لأجواء شوط المباراة الأول. يا لها من هفوة كانت بين الحارس والمدافع، ويا لها من كرة مرت بين الجميع يا عمرو. الكرة وجدت بالتأكيد طريقها، إنه سراج العنابي. فرحة كبيرة للمنتخب القطري في توقيت الهدف، في أن يأتي الهدف من أول كرة يصل فيها المنتخب القطري إلى مرمى الحارس العراقي جلال حسن. يا لها من أجواء مشاهدينا متابعينا. عمرو سراج إذن في الوقت اللي كنا نتكلم فيه، الوقت الأصلي للشوط الأول، رأسية، الله في العراقي لا يرحل أسد إلا ليظهر أسد آخر. ظهر إبراهيم بايش بعد الأسود الكبار، بعد حسين السعيد، بعد ليث حسين، بعد أحمد راضي، بعد فلاح حسن، بعد يونس محمود. شوف الراسية، شوف المتابعة، من سجل هذا الهدف؟ من سجل الأول؟ هل هو إبراهيم بايش؟ ومن غيره؟ إبراهيم بايش يفعلها. الله على المنتخب العراقي. شوف الراسية، مشعل تصدى، لكن هذا لا يمكن إيقافه أبدا. افتتح أول أهدافهم في البطولة ويريد أن يسجل أغلاها. إبراهيم يضرب، العراق تسجل، كرة ثابتة، رأسية أولا. هناك أيضا تشيك فار في هذه اللقطة. المنتخب العراقي مشاهدينا وجماهير التي تحتفل بالهدف حتى الآن، ولكن الآن نشاهد حكم المباراة الذي يؤكد احتساب الهدف. المنتخب العراقي يتقدم عن طريق الجمهور العراقي. كان جمهورا للجميع أمانة. ما قدموه في هذه البطولة قد يشعرك بأنهم قد يشجعون حتى من يسجل فيهم في هذه البطولة. نعم، شاهدناهم في كل ملعب، شاهدناهم في كل مباراة، شاهدناهم في كل مكان. نقلوا لنا الزملاء هناك أوضاعهم في كل شارع وفي كل محل وفي كل مجلس وفي كل بيت وفي كل استراحة وفي كل خيمة وفي كل مكان. كيف استضافوا الناس بقلوبهم قبل كل شيء، كيف فتحوا قلوبهم للجميع. نعم، الآن يحاولون بكرة، لكن كرة أيضا لكنها الآن بكيفها، هي بكيف العراقيين، هي بكيف أسود الرافدين، هي بكيف المدرجات، هي بكيف الجمهور، هي بكيف المهاجم. الرقم 18 يحرك 18. الله يا أيمن، هكذا كان يفعل يونس، هكذا كان يسجل حسين السعيد، هكذا يختارها وتختاره، هكذا تصطدم، هكذا تستقر، هكذا يفرح العراقيون مرة أخرى. الهفوة من جديد من دفاعات المنتخب القطري. يا له من ضغط،
انهم يضغطون على كل لاعب، يحصلون على الكرة، يتقدمون من جديد. ايمن حسين يصوب، يتغير اتجاهها ليعود اتجاه العراق، ليعود اتجاه العراق. 2-1 مشاهدينا متابعين يصلون من خلالها، لكن الان نشاهد هذه اللقطة، هذه اللعبة، هذا وعد، هذه اللقطة يا سراج. الله الله من جديد، المنتخب القطري يهدر اخطر فرص المباراة. يا لها من لقطة، يا لها من لقطة. حارس المرمى على مرتين الصافرة من حكم المباراة، يوقف اللاعب الآن لكي يتلقى حارس المرمى العلاج اللازم. العارضة أولا، شوف محمد وعد والاستلام، شوف التمريرة، شوف عمرو سراج على الكرة صوبها، الكرة ترتطم في العارضة. فرصة قطر للعودة ضاعت في لقطة بالتأكيد يتحسر عليها عمرو سراج. هذه اللقطة هو رجع في المرة الأولى. انظر إلى الحسر. تنفيذ الكرات الثابتة بطريقة ذكية هو حل من الحلول لتجاوز الفوارق. لو شفت تحرك أحمد على عيد لنا الهدف مرة ثانية، في أيضا نقاط فنية ثانية. احنا نقول دائما الفريق القطري يبتعد عن الالتحامات. هو ما لعبها في لأنه مش منطقة قوته. أيوة، فلعبها بشكل مفاجئ، لعبها في الطرف. نعتقد المباراة سهلة الآن للمنتخب العراقي إذا تعامل. واحد من الاثنين في كرة ثابتة من مسافة بعيدة، يريد أن يسجل هدف البطولة. قوية، الله، هدف البطولة كاد أن يأتي، ولكن من البرشا يتصدى لكرة ثابتة في منتهى الروعة. منتخب هذه المدرجات مشاهدينا، منظر رهيب جدا حقيقة للملعب. هذا المكان تشاهد التشجيع، تشاهد الحضور، تشاهد حافظ عليها، وقف عليها، سيطر عليها، مر فيها. يا الله يا ابراهيم، نجم البطولة، نجم البطولة. الله على ابراهيم، انه يصنع الفرحة باكملها. الكرة تأتي، الكرة تأتي مستحيلة يا امجد. طيب عشان اللي سواه ابراهيم، عشان اللي سواه بايش يا عطوان يا امجد، يا امجد. ماذا اضاعت؟ واحد من اجمل الاهداف، واحدة من اجمل المجهودات الفردية لابراهيم. يا امجد عطوان، هل تحرك المرمى ام اخطأته في اللقطة؟